السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. اليوم أقدم لكم وصفة البهاق. هذه الوصفة تتكون من الخل. أنا استعملت هنا خل التفاح. يمكن استعمال خل تفاح، يمكن استعمال خلة أو خل الرباني أو أي خل. هذا بصل محكوك، أو يمكن استعمال هذا بصل محكوك أو عصير بصل، ويمكن استعمال قطعة بصل أيضا. هكذا نأتي إلى الطريقة. بسم الله على بركة الله. نبدأ. نأخذ قطعة قطن، نضعها في البصل، ونختار مثلا مكان فيه البهاق. مثلا هذا المكان، العملية تكون هكذا: نضع القطن في البصل، ثم نمررها على المكان المصاب بالبهاق هكذا. وإذا كنا سنستعمل البصل العادي هكذا، فنقوم بهذه العملية ثم نمرره على مكان البهاق هكذا. وكلتاهما ينفع، أي عصير البصل أو البصل هكذا كما رأيتم. بعدها نأتي إلى خل التفاح. نضع القطن في خل التفاح، ثم نأتي إلى المكان ونمسح البصل هكذا. إذن أعزائي، هذه العملية يمكن القيام بها 3 مرات يوميا، وكل يوم طبعا. وشيئا فشيئا ستلاحظون أن مكان البهاق سيتغير لونه، وسيرجع إلى لونه الطبيعي مثل لون سائر الجسد. أشكركم، أشكر متابعتكم، وإلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله.